ازيك يا صاحبي؟ معنى انك بتتفرج على الفيديو ده يبقى البرمجة مناسبة ليك وانت شايف نفسك في المجال ده. تعالى بقى اقولك تبدأ ازاي ومنين. انا منار، موبايل اب ديفلوبر وده تيك فيرس. دي تالت حلقة من غير ولا سطر كود. رقم واحد، ما تبدأش بلغة. اكبر غلطة بيبدأ بيها اي حد ان يبدأ بسؤال: طب يلا بقى هنتعلم لغة ايه؟ لا، هو السؤال الاهم من ده: انت بتتعلم ليه اصلا وشايف نفسك فين؟ بص يا صاحبي، البرمجة بحر واسع جدا وفيها مجالات كتير جدا: الويب ديفلوبمنت والموبايل والاي اي، السايبر سيكيورتي، داتا ساينس، وحاجات كتير من ده. طيب خلاص فهمتك، انا هختار مجال من دول وابدا اتعلمه. هيلك هو الاستعجال ده اللي جايبنا ورا. ما تقول حاجة نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. قبل ما بنتعلم اي مسار لازم نتعلم الاساسيات الاول، واحنا مش بنبني عماره غير لما نحط ليها اساس وتفهم الاساس ده كويس قوي كمان. وده ينقلنا لتاني حاجه وهي اساسيات البرمجه وازاي ابدا اتعلمها. طيب، لما بنقول أساسيات مش بنقصد لغة معينة، الأساسيات هي الحاجات الموجودة في أي لغة برمجية، سواء هنتعلم ويب أو موبايل أو أي مجال تاني. طيب سؤال مهم بس كده الأول، هي إيه لغة البرمجة اللي بتقولي عنها دي؟ طيب، إحنا عرفنا إن البرمجة هي أوامر بديها للكمبيوتر عشان ينفذها لي، صح ولا لأ؟ واتكلمنا في نقطة إن الكمبيوتر غبي، والزيادة على إنه غبي هو كمان ما بيفهمش لغة البشر. إذا هنتكلم أنا هو إزاي بقى؟ طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. بص يا سيدي، الكمبيوتر بيفهم لغة اسمها الصفر والواحد، دي لغة الجهاز، وأنا كمنار بتكلم عربي جدا يعني، فمش هنعرف نتواصل. طيب، دور لغات البرمجة هنا إنها تكون وسيلة للتواصل، بمعنى لو واحد بيتكلم أسباني وواحد بيتكلم إنجليزي وعايزين يتواصلوا هيعملوا إيه؟ بالظبط، هيجيبوا مترجم. المترجم هنا هي لغة البرمجة، بتاخد الكلام اللي أنت عاوز الكمبيوتر ينفذه لك وتحوله للغة الصفر والواحد، فالكمبيوتر يفهمك وينفذ بيك اللي أنت عايزه، وكده يبقى التواصل تم بنجاح. وده هيودينا لحاجة مهمة جدا: هل أنا لازم أتعلم كل لغات البرمجة؟ فهمتك إن لغات البرمجة هي المترجم بينك وبين الكمبيوتر، يعني أي لغة هتتعلمها هتقدر تساعدك. بمعنى إن لغات البرمجة كلها بتودي لنفس الهدف، اللي بيفرق بينهم بس إن كل لغة ليها طريقة كتابة مختلفة عن التانية، اللي هي بين قوسين يعني السنتكس. فلا، أنت مش مطالب بإنك تتعلم كل لغات البرمجة. طب أمال هتعلم أنهي لغة؟ أنت بتتعلم اللغة التابعة للمجال اللي أنت عاوز تكمل فيه، وده هيكون في شرح تفصيلي في الحلقة الجاية بإذن الله عن مجالات البرمجة وإيه اللغات التابعة لكل مجال. طيب، نرجع لموضوعنا الأساسي: إيه هي الأساسيات اللي أنا المفروض أتعلمها قبل أصلا ما أخش في أي مجال؟ طيب، قلنا إن الأساسيات هي الحاجات اللي هتتكرر في أي لغة برمجية وأي مجال، يعني لو فهمتها مرة هتعرف تطبقها في أي مكان. إيه هي بقى الأساسيات دي؟ أول حاجة التفكير البرمجي، إزاي تفك المشكلة وتقسمها لخطوات صغيرة وتحلها واحدة واحدة. تاني حاجة المتغيرات اللي هي ال variables، ودي ببساطة أماكن بنخزن فيها قيم ونستخدمها بعدين ونقدر نغيرها وقت ما نحب. وده مش الشرح المفصل ليها شرح تفصيلي، بس احنا بنتكلم عن الحاجات الأساسية اللي المفروض نتعلمها. تالت حاجة هي الشروط، يعني لو حصل كذا نعمل كذا، ولو ما حصلش كذا نعمل حاجة تانية. رابع حاجة هي التكرار أو اللوب، لما تكون محتاج تعمل نفس الحاجة أكتر من مرة بس من غير ما تكررها بإيدك. خامس حاجة هي الدوال أو الفانكشن، عشان تنظم الكود وتعيد استخدامه بدل ما تكتبه كل مرة من الأول. ومن ضمن الأساسيات حاجة اسمها الداتا ستراكشر والالجوريزم. لا بص، ما تعيطش، مش عايزك كده، ها؟ اجمد، لسه اللي جاي جامد. طيب قبل ما تتخض من اسمهم افهم هما ايه الأول بقى. طيب، الداتا ستراكشر يعني ازاي ترتب البيانات وتخزنها بشكل صح عشان توصل لها بسهولة، زي ترتيب حاجاتك في البيت كده، كل حاجة ليها مكان. طيب والالجوريزم يعني الخطوات اللي بتمشي عليها عشان تحل مشكلة من البداية للنهاية، زي وصفة الأكل كده، خطوة بخطوة. المهم تعرف دلوقتي إن الداتا ستراكشر والالجوريزم جزء من الأساسيات بس مش البداية. مش مطلوب منك تبدأ بيهم ولا تحفظهم ولا حتى تتخض من اسمهم. لما الأساسيات اللي قبلهم تكون ثابتة معاك هيجوا في وقتهم، وهتحس إنهم منطقيين وسهلين. بصي، أنا حاسس الحوار كبير وأنا مش فاهم أصلا إيه الفاريبل على الالجوريزم والحاجات اللي بتقوليها دي. بص يا صاحبي، الأساسيات مش حاجة كبيرة ولا لازم تتاخد مرة واحدة، انت بتتعلمها حتة حتة ومع التطبيق هتحس انها بسيطة اكتر مما تتخيل. والخلاصة ان الأساسيات دي مش مجرد معلومات، دي الأساس اللي هيتبني عليه رحلتك كلها في البرمجة. ولو أخدت وقتك واتعلمتها صح مش هتضطر تحفظ كود ولا تبدأ من الصفر كل مرة. أي لغة هتدخلها بعد كده هتبقى أسهل وأوضح ومش مخيفة.
دلوقتي بعد ما عرفت بقى إيه الأساسيات، تعرف بقى المهم تتعلمها إزاي، وقُلت لك مش هاسيبك، هاعرّفك إزاي تعمل كل حاجة. هادّيك طريقتين تقدر تتعلم بيهم الأساسيات، اختار الطريقة اللي تناسبك. 1. اختار لغة واحدة بس للبدء، مثلًا بايثون أو لغة C أو لغة الJavaScript، كلها لغات ممكن تقدر تبدأ بيها تتعلم الأساسيات وتطبّق المفاهيم بتاعتها. طبّق المفاهيم خطوة بخطوة، متغيرات، شروط، تكرار، دوال، جرّب كل واحدة على حدة بنفسك. كرر العملية يوميًا، كل يوم اعمل برنامج صغير يطبّق حاجة جديدة من اللي اتعلمتها. بالطريقة دي أول لغة هتبني عليها خبرة عملية حقيقية، بدل ما تكون مجرد معلومات نظرية. طيب، لو مش عايز تتعلم لغة ممكن تستخدم طريقة تانية، وهي إنك تتعلم الأساسيات من كورس موثوق. بدل ما تبدأ اللغة، ركز على فهم الأساسيات زي التفكير البرمجي، المتغيرات، الشروط، التكرار، الدوال. ومن أفضل المصادر اللي ممكن أرشحها لك عشان تتعلم بيها الأساسيات هو كورس CS50 المقدم من جامعة هارفارد، وشرحه المهندس عبد الرحمن جمال بطريقة مبسطة وسهلة. الكورس بيركز على المفاهيم مش الحفظ، ومش مربوط بلغة معينة، يعني هتتعلم الأساسيات صح قبل ما توصل. اللينك موجود في وصف الفيديو عشان تقدر تبدأ فورا. مش مطلوب تخلص الكورس كله في يوم واحد، كل يوم شوية طبق اللي اتعلمته. ركز على الفهم والتطبيق العملي مش السرعة. لو عملت كده هتبني أساس قوي جدا يمشي معاك في أي مجال برمجة تختاره بعد كده، وكل لغة هتبقى أسهل وأوضح وممتعة. وكده نكون خلصنا الحلقة دي واتكلمنا عن الأساسيات. في الحلقة الجاية هنتكلم عن المجالات المختلفة في البرمجة واللغات المناسبة لكل مجال، وهنعرف ازاي تختار المجال واللغة اللي تناسبك. تستنوني ومتنسوش تحضروا معاكم حماسكم عشان نبدأ خطوة جديدة مع بعض. لو عجبك الفيديو وحابب تكمل معانا رحلتك في البرمجة، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.